أفضل أفلام كريم عبد العزيز على الإطلاق. كريم عبد العزيز واحد من أهم وأشهر نجوم السينما المصرية في عصرها الحديث، ومن أكتر النجوم كاريزما ونجاحا في شباك التذاكر، وعلشان كده قررت أشارك معاكم بأسلوب بسيط وبترتيب مقلوب أفضل 10 أفلام ليه على الإطلاق. بس في البداية برشح لكم موقع موفي بيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضه تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ قائمتنا. في المركز العاشر معانا هو فيلم بيت الروبي، واللي أنتج سنة 2023. الفيلم ده تصنيفه كوميديا درامية، وبتدور قصته حوالين المهندس إبراهيم الروبي اللي حياته بتتقلب لما موقف عائلي خاص بيتسرب على السوشيال ميديا، فبيقرر يهرب هو وعيلته لقرية هادية بعيدا عن دوشة المدينة، ولكنه بيضطر يرجع تاني علشان يواجه تحديات جديدة بتغير مصير العيلة كلها. الفيلم خفيف ومؤثر عن العيلة والسوشيال ميديا، وقدر كريم عبد العزيز يقدمه بطريقة بتجمع ما بين الكوميديا والدراما، وقدر ينجح بشكل كبير على الصعيد التجاري. ده حتى قدر يكسر الرقم القياسي في فترة عرضه كأكتر فيلم تحقيق للإيرادات في تاريخ السينما المصرية في وقتها. وفي المركز التاسع معانا هو فيلم واحد من الناس. الفيلم ده أنتج سنة 2006، وتصنيفه هو جريمة وإثارة. الفيلم بيحكي عن محمود، وده عامل في جراج بسيط. حياته بتتقلب لما بيشوف جريمة قتل، وبيقرر يبلغ عنها، والقرار ده بيخليه يدخل في صراع صعب مع مجرمين كبار. الفيلم ده كان نقلة في مسيرة كريم عبد العزيز، من مجرد الأعمال الكوميدية لنجم درامي تقيل ومؤثر في نفس الوقت، من خلال إنه قدر يجسد الدور باحترافية عالية وواقع الظلم والفساد في المجتمع المصري. وفي المركز الثامن معانا هو فيلم المشروع إكس. الفيلم ده أنتج سنة 2025، وتصنيفه هو أكشن وإثارة ومغامرة. بتدور قصته حوالين يوسف الجمال، عالم الآثار اللي بيكتشف مشروع طاقة غامض جوه الهرم الأكبر، وده بيخليه يدخل في صراع كبير مع منظمة دولية بتحاول تخفي المعلومات اللي وصلها. والرحلة دي بتاخدنا في مغامرة خطيرة ما بين أكتر من بلد، وبيحاول كمان يصلح علاقته ببنته وسط الأحداث دي. الفيلم عبارة عن تجربة سينمائية ضخمة جدا بأداء قوي من كريم عبد العزيز، وإخراج بصري مبهر من بيتر ميمي، والتقنيات الحديثة اللي استخدموها في الفيلم خلت الفيلم يستحق فعلا لقب أضخم إنتاج في تاريخ السينما المصرية. وفي المركز السابع معانا هو فيلم الباشا تلميذ. الفيلم ده أنتج سنة 2004، وتصنيفه هو أكشن وكوميديا ورومانسي. الفيلم بيحكي عن الضابط بسيوني، واللي بيتنكر كطالب علشان يكشف شبكة مخدرات جوه الجامعة، وبعد سلسلة من المواقف الكوميدية والمطاردات بيكتشف إن الرؤوس الكبيرة اللي ورا الجريمة دي مش جوه الجامعة خالص، فبيقرر إن هو يواجه الفساد بأسلوبه الخاص. الفيلم بيعتبر واحد من أنجح أفلام كريم عبد العزيز الكوميدية، والفيلم ده ساهم بشكل كبير جدا في شهرته. في المركز السادس معانا هو فيلم أبو علي. الفيلم ده أنتج سنة 2005، وتصنيفه هو أكشن ورومانسية وكوميديا. الفيلم بيحكي عن حسن، وده شاب فقير بيضطر يسرق، وبعدها بيدخل في دوامة هروب كبيرة بعد اتهامه ظلم في جريمة قتل. وفي طريقه بيقابل سلمى، واللي هربانة معاه هي كمان من بيتها، وبيبدأوا سوا في رحلة مليانة خطر ومطاردات. الفيلم بيعتبر واحد من أشهر أفلام كريم عبد العزيز الكوميدية، واللي ساهمت برضه في شهرته الحالية. ده غير إن الكيمياء اللي بينه وبين منى زكي كانت نقطة قوة في الفيلم الحقيقة. ورقم خمسة معانا هو فيلم نادي الرجال السري. الفيلم اللي أنتج سنة 2019. الفيلم ده تصنيفه كوميديا اجتماعية، وبيحكي عن أدهم، واللي بيلجأ لنادي سري علشان يهرب من زوجته ومشاكل الحياة الزوجية، ولكن الأمور بتخرج عن السيطرة لما الشك بيدخل بيته، وتبدأ المواقف الغريبة والمحرجة تتصاعد بشكل هزلي. الفيلم بيعيد كريم عبد العزيز للكوميديا الصافية بعد سنين طويلة من الغياب، بأدائه الخفيف وتعبيراته التلقائية، واللي كانت سبب مباشر في النجاح الكبير اللي حققه الفيلم خلال عرضه على الصعيد التجاري. في المركز الرابع فيلم ولاد العم. الفيلم ده أنتج سنة 2009، وتصنيفه هو إثارة ومغامرات.
الفيلم قصته بتدور حوالين سلوى، واللي بتكتشف فجأة إن جوزها عميل في الموساد وخطفها هي وولادها علشان يروحوا الكيان المحتل. وبيكون ضابط مصري في المخابرات اسمه مصطفى في مهمة خطيرة علشان يرجعهم لمصر تاني. القصة بتغوص في عالم الجاسوسية والصراع بين الوطنية والروابط العائلية على خلفية العلاقات ما بين مصر والكيان المحتل. الفيلم بشكل عام جريء جدا ومثير، ولمس منطقة حساسة في السينما المصرية، وقدر يقدم قصة قوية ومشوقة بتفاصيل سياسية بحتة. وطبعا أداء كريم عبد العزيز في دور ضابط المخابرات كان قوي جدا وسبب مباشر في نجاح الفيلم الكبير. ورقم 3 معانا هو فيلم كيرة والجن. الفيلم ده أنتج سنة 2022، وتصنيفه هو أكشن وتشويق ودراما تاريخية. الفيلم قصته مستوحاة من أحداث حقيقية حوالين ثورة 1919، لما الطبيب أحمد كيرة والتاجر عبد القادر الجن بيتحدوا مع بعض علشان يقاوموا الاحتلال البريطاني، وقدروا يقدموا للجمهور واحدة من أعظم الأفلام التاريخية في السينما المصرية، وأنجحهم عموما على الصعيد التجاري والجماهيري. وفي المركز الثاني هو فيلم الفيل الأزرق. الفيلم ده أنتج سنة 2014، وتصنيفه هو رعب وغموض وإثارة نفسية. الفيلم قصته بتدور حوالين الدكتور يحيى راشد، واللي بيرجع شغله من تاني في مستشفى العباسية بعد وفاة مراته وبنته، وبيلاقي نفسه قدام قضية مرعبة بطلها صديقه القديم اللي متهم بجريمة قتل. ومع تطور الأحداث بيخش يحيى في عالم من السحر والهلاوس وأسرار مخيفة بسبب حباية زرقاء اسمها الفيل الأزرق، واللي بتغير إدراكه للواقع. الفيلم عبارة عن نقلة في السينما المصرية من قالب الكوميديا التقليدية لتجربة جديدة بتجمع ما بين الرعب النفسي والغموض. أداء كريم عبد العزيز في الفيلم كان أيقوني جدا، وقدر يجسد باحترافية عالية الجوانب النفسية للشخصية بتاعته. وفي المركز الأول والأخير معانا في القائمة هو فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني. الفيلم ده أنتج سنة 2019، وتصنيفه هو رعب وغموض ودراما نفسية. بنكمل في الفيلم ده باقي القصة لما الدكتور يحيى بتتقلب حياته مرة تانية لما بيقابل نزيلة غامضة في المستشفى بتتنبأ بموت أشخاص قريبين منه خلال 3 أيام. وهنا يحيى بيرجع يستخدم حباية الفيل الأزرق مرة تانية علشان يحاول يفهم اللي بيحصل ده، ويحاول ينقذ الأشخاص دول من المصير المجهول ده. الجزء ده من الفيلم رفع سقف التوقعات وقدم تجربة سينمائية أقوى من الجزء الأول، خصوصا الجانب البصري والنفسي. وكريم عبد العزيز قدر يكمل بنفس الأداء المميز ده، حتى إن الفيلم وقتها قدر يكسر الرقم القياسي في الإيرادات، وكمان قدر يحافظ على نجاح السلسلة بقوة. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو. فلو وصلتوا معايا لحد هنا أحب أقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وتقولوا لنا إيه أكتر فيلم عجبكم في السلسلة للنجم كريم عبد العزيز. وسلام.